معاكم طاجن الحمص باللحمه. وهنا معانا بصلايه مفرومه. طبعا حطيت عليها معلقه زيت بس عشان على التصوير عشان ما يجراش حاجه. وهنا الحمص نقعينه. طبعا الحمص بيجيب ربع كيلو ونص كيلو حسب كميه اللحمه او كميه الطاجن اللي انتوا هتعملوه يعني. وهنا طماطم معصوره. وانا طبعا اللحمه مدينها نص سلقه وكده. ودلوقتي هنبدا نحط الحمص الاول. طبعا احنا الحمص غاسلينه كويس ونقعينه. وهننزل عليه البصل. طبعا كله هيتعمل نص سوا مع بعضه في الفرن. وهنبدا نحط حتت اللحمه طبعا. طبعا احنا بننزلها ممكن لو ضاني ممكن تتحط نيه. لو لحمه يعني جاموسه او الحاجات التانية ديت تبقى نص سوا يا جماعه عشان بس عشان الطاجن الحاجه ما تهريش فيه. وهنبدا ننزل هنا العصير الطماطم. طبعا الطماطم ممكن معلقتين صلصه عشان التسويه. وهنبدا نحط ملح ومعلقه فلفل اسود. طبعا الحاجات دي يا جماعه بتتحط في الفرن وهيتعمل معاها جنبها رز ابيض او رز بشعريه. وهنعمل معاها ملوخيه بس اول ما نخلص وتستوي هوريها لكم. واحنا معانا الملوخيه اهي يا جماعه. احنا حطينا طبعا الملوخيه كانت اما بتكون مجمده بنحطها في الحله او في اي طبق وبعدين بنحط عليها الشوربه السخنه ونسيبها تفك براحتها فيها. احنا كنا حاطينها كانت سخنه وحاطينها كانت بارده معلش وحطينا عليها الشوربه. سيبناها فكت شويه طبعا حطينا عليها الشوربه حسب المقدار والكميه بقى طبعا وكده. وقلبناها كويس وبنقلبها كده. وطبعا احنا بنجهز لها الثوم ونحط في الطاسه طبعا عشان ايه التحميره بتاعتها اللي هي الطشه بتاعتها. فاحنا بناخد برضو جزء من الثوم بنحط لها جزء من الثوم الني في الملوخيه ونقلبها بيه وكده. وبعدين ايه اول ما تبدا تغلي هنكون مجهزين التومه بتاعتها على النار. التومه اهي ابدا احطها على النار كده عشان تستوي بسرعه عشان هي طبعا ما ينفعش تغلي كتير. كده هنقلبها معاها. اول ما تبقى اللون الذهبي هنروح شايلينها وهنطشينها على الملوخيه. هنا الملوخيه هتغلي اهي فهنضطر نطفي عليها لحد ما عشان التقليه تخلص على طول. طبعا احنا بنكون التقليه بتاعتها متبلينها كويس وكده. هقلب بس الطشه بتاعت الملوخيه. هنبدا نصب عليها الملوخيه كده ونقلبها. وبعد كده ايه هنروح طافين عليها النار ونحط ايه الملوخيه كلها نرجعها كلها في الحله كلها على بعضها. هي اهم نقطه فيها ان احنا لما بنعمل التومه بننزل جزء من التوم الني في قلب الملوخيه وهي بتبدا تغلي لسه فبيديها طعم حلو وكده. كده احنا عملنا الملوخيه. طبعا لسه الطاجن ما طلعش من الفرن ولسه طبعا هنعمل الرز بالشعريه. فاول ما اخلص هنا كده يا جماعه حطينا الطاسه على الحله على النار هنعمل الرز بالشعريه. حطينا الشعريه هي هنقلبها. طبعا بتستوي بسرعه فبنكون بتحمر بسرعه فبنكون غاسلين الرز على طول عشان اول ما تحمر نبدا نحط فوقها الرز. احنا بنقلبها اهوت واحده واحده طبعا على ما الطاجن كمان بتاع الحمص باللحمه يستوي كده. واحنا خلصنا معاكم الملوخيه وريناها لكم. الطريقه بتاعت الملوخيه دي تقريبا الطريقه العاديه. في بيحطوا عليها في مع التومه بتاعتها ممكن تحط فلفل شطه حمرا زي الباب اللي هي الشطه الحمراء
اللي هي تبقى مطحونه يا جماعه كده، ممكن يتحط عليها او قرن فلفل اخضر او احمر مطحون معاها مع التتبيله مع التشويحه بتاعت التومه، فبتبقى حلوه يعني بتديها طعم حلو. بس طبعا انا ما بفضلش الطريقه دي، انا بعمل اللي هي العاديه بتاعتنا، هي بس اهم حاجه واحنا مع التومه بندقها كويس، ناخد منها جزء ني بنحط بس مع الملوخيه بتبدا تتقلب، بس بيديها طعم حلو. هكمل تحمير الشعريه واوريها لكم قبل ما احط تحميره كويسه للشعريه دي يا جماعه. وهنبدا نحط عليها الرز عشان نقلبها شويه. نبدا نقلبها واحده واحده كده عشان يبقى الرز حبايه وحبايه كويسه. طبعا بنحط على ملح ابيض، مش ولا كمون ولا فلفل، عشان في لو حد بيعمل من البنات الجداد يعني بيعملوا ساعات بيغلطوا يعني بيحطوا مثلا ملح كمون ملح فلفل، طبعا ما ينفعش، هو ملح ابيض عليها في حاله ان احنا مش هنحط عليها شوربه يعني، بالذات في الصيف يفضل ان الرز يعمل بالميه، لان لو معمول كميه بتحمض مع الحر يا جماعه، لو ما كانتش في الثلاجه بيبوظ. لكن لما بنعمله في الصيف بالذات يفضل انه يكون بميه. ده لو يعني هيقعد مثلا لو فايض منه، لو هيخلص في ساعتها في نفس الوقت او كميه بسيطه خالص ممكن نحط شوربه عادي. احنا اهوت، وبعد كده هنجيب الملح. طبعا كميه الملح طبعا يعني تقريبا احنا بنبقى عارفينها كده، وهنبدا نضيف الميه. طبعا هنا انا مش هضيف ميه زياده عن اللزوم، لان انا كده كده كنت غسلاه وسايباه شويه، انا ما بضيفش غير بس ايه اما اجي اقلبه لو احتاج ببدا بديه كده شويه، وبعد كده هنبدا نغطيه. واول ما يستوي تاني بعد ما طاجن الحمص باللحمه استوى، وهنا معانا الرز بشعريه طبعا عملناه معاكم اهوت، وهنا الملوخيه اهي يا جماعه. اللي يحب طبعا الاضافات التانيه ممكن، يعني في اضافات كتيره ليها، وفي ممكن اضافه الكزبره برده مع الثوم، يعني في كذا اختيار، المفضل لكم هو اللي ممكن تختاروه في الاخر يعني. وكده لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.